من الساعة 7 لغاية دلوقتي الساعة 11 وربع وانا قاعد بذاكر في سيكشن واحد. من بعدك عن الشيء انت بتنسى اصلا كنت بتعمل الشيء ده ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع الصراحة شاغل بالي من امبارح، موضوع مش مخليني قادر انام. واحد صاحبي حصل معاه مشكلة كده هوت، فلما جه حكاها لي طول الليل مش قادر انام، انه مش عايز يجيلي من التفكير. المشكلة ديت باختصار شديد هو يعني حصلت له مشكلة، فاتخانق مع الواحد دوت اصلا هو بتاع مشاكل. فالراجل دوت كان عمال يسب الدين ومش عارف ايه، وده هيشخط فيه ويزعق بس من غير سب الدين، فهو يشتم ودوت يشتم دوت يشتم ودوت يشتم، والدنيا نرفزت خالص. ده كله كان من بعيد وكان في الضلمة. فاول لما قربوا لبعض التبسوا للبعض يعني كده هو مش التبسوا بقى بشجار بالايد وكده، لا يعني قربوا لبعض يعني، وكل واحد شاف التاني. فالراجل اول لما شاف صاحبي دوت لقاه بدقن كده وايه وملتحي يعني، فقال له بدقن باستهزاء كده هو. ما فهمتش يعني، او صاحبي دوت ما فهمش يعني ايه بدقن. يعني بدقن دوت ما يدافعش عن حقه، ما يردش مثلا، ولا يسكت وينضرب على قفاه ويقول سلام عليكم او عليكم السلام. لا يعني على الاقل ان دقنه ديت منعته ان هو يسب الدين، منعته ان هو يلعن الدين اللي الرسول صلى الله عليه وسلم فضل 23 سنه يعني 13 سنه في قريش بيحارب اعمامه، بيحارب ولاد اعمامه، وبيكافح الدنيا كلها عشان نصره الاسلام دوت. وبعد كده راح المدينه 10 سنوات من غزوات وفتوحات بقى، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كان هيموت كذا مره لنصره الدين دوت. ثم بعد كده يجي بقى الصحابه ويجي الخلفاء الراشدين، وده كله بعد 1444 سنه يجي واحد زي الاخ دوت يسب الدين ويلعن الدين. يعني ابسط ما يقال عليه انه شخص متخلف يلعن او يسب الدين. رايح الكليه النهارده، بقالي كتير ما رحتش الكليه، حوالي تقريبا من نص رمضان لحد النهارده. يا رب اعرف اركب مواصلات الكليه اصلا. خير اخويا، انا بهرب. في حاجه اخويا؟ في حاجه؟ يا نهار ابيض، لسه ده كله الواحد بطريقه المذاكره ديت مش هينجز اي حاجه حرفيا. يعني الواحد ماشي بسرعه السلحفاء، ودي حاجه الصراحه يعني تستدعي الغضب. وبمناسبه الغضب اللي احنا كنا بنتكلم عليه في اول الفيديو، في فرق كبير جدا ما بين اداره الغضب والغضب نفسه. الغضب نفسه في حد ذاته شيء كويس وشيء لابد منه، وهقول لك ليه دلوقتي. لكن مربط الفرس واللي بيختلف من شخص للتاني هو سوء اداره الغضب، هو دوت المشكله. فتعالى الاول اقول لك ليه الغضب شيء ايجابي ولابد منه. مثلا لو تعرضت لموقف وحش او ظلم او احباط، او مثلا حد قل مني، او اي موقف يستدعي الغضب، وانا ما طلعتش الغضب ده بطريقه صحيحه، فكده ممكن يحصل حاجات كتير. اولها ان ممكن يضيع حقي لان ما دافعتش عنه، او شحنه الغضب دي تفضل جوايا وتتراكم جوايا فتتحول لاكتئاب، او ممكن اجي في فتره وما اقدرش احجم نفسي اكتر من كده وانفجر في اللي قدامي سواء كان مين هو. وده اللي بيحصل في اغلب حالات الطلاق، خصوصا بين الحبيبه، واللي بيفضلوا يخلقوا لبعض الاعذار ويعصموا اعينهم عن اخطاء الطرف الثاني لغايه ما يجي في فتره البالونه تفرقع وتعمل بوم. فهنا الغضب شيء كويس انك تعبر عنه، لكن بالطريقه الصحيحه. في كتاب كده اسمه إدارة الغضب، بيقولك إن الغضب بيختلف من شخص للتاني، وبيختلف كمان على حسب البيئة وعلى حسب الموقف اللي اتحطيت فيه، وعلى حسب، وركز بقى كويس جدا في الحتة ديت، إنك تتوقع الشيء اللي ممكن يثير غضبك. مثلا في بريطانيا ممكن الناس ما تنفعلش أو تغضب لما القطر يتأخر عنهم ساعة أو نص ساعة، لأنهم متعودين على كده، متعودين إن القطر يتأخر، فده شيء بالنسبة لهم متوقع. اذكر وجه الشبكة. على عكس مثلا بلد زي اليابان، بلد فيها القطر ماشي بالدقيقة بالثانية، لو اتأخر عن المعتاد الناس اكيد هتغضب. مثال تاني، رايح الفاينل مش مذاكر مثلا والعياذ بالله، قاعد قدام الورقه برنس، دماغك ديت في الايه، في الروقان، لانك مش عارف او مش فارق معاك ان الامتحان سهل ولا صعب، لانك كده كده مش مذاكر. على عكس بقى الدحيح اللي قاعد جنبك عمال ينكت ويفرك، ليه؟ لانه مذاكر، فما كانش متوقع ان الامتحان هيجي بالصعوبه دي. فهنا الغضب بيختلف على حسب توقع المثير او الشيء اللي بيغضبني. بالمناسبه يا برنس البرانيس، تعالى كده الاضاءه، ايوه كده تمام. لو انت لسه ما عملتش لايك روح اعمل لايك بسرعه، ولو اتاكد اصلا انك مشترك في القناه، يعني لو مش مشترك اشترك في القناه وفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا الجديده اول باول. انا اخوك احمد جمال، ان شاء الله بنقدم في القناه هنا فيديوهات متنوعه نحسبها عند الله مفيده، يعني حتى لو ما كانتش مفيده ما تكونش مضره. يلا الله المستعان.
طب الغضب دوت ممكن يكون داء، فاكيد له علاج، لكن العلاج بتاعه بينقسم لقسمين. قسم لو انت اللي غضبان هتعمل ايه، ولو الشخص اللي قدامك هو اللي غضبان هتعمل ايه. اول حاجه لو انت اللي غضبان هتعمل ايه، في الكتاب اللي انا بقولك عليه دوت بيقول لك ايه، قلل اندفاعك وعد مش عارف ايه حواليك عشان تشتت عقلك عن ايه ومش عارف ايه. لا انا اقول لك فكك من ده كله وانت تعمل حاجه واحده بس، وهي اسكت. ايوه اسكت، مش بقول لك يعني اسكت يعني ما تتكلمش يعني في اللي حواليك وركز في الفيديو، لا مش قصدي كده، قصدي انك لما تغضب تسكت، الزم الصمت. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اذا غضب احدكم فليسكت. افضل علاج للغضب هي الصمت، السكوت. خليك صامت، لان كلماتك اللي ممكن تقولها وانت غضبان ممكن تدمر صداقتك اللي بقالها 10 سنين حرفيا هتتدمر في كلمة أو في موقف واحد. ممكن تدمر بيت أو أسرة كاملة في لحظة غضب، تروح رامي يمين الطلاق مثلا. أنت كده شكلك عايزة تطلقي، طلقني، طب أنت طالق، بوم كده أنت خسرت واحدة من 3 يا معلم. في إيه؟ في لحظة غضب. اسكت، عشان الغضب مش بس هيخسرك دنيتك، لا ده هيخسرك دينك وآخرتك كمان. تعالى كده اسمع معايا الحديث ده أو اقرا معايا الحديث ده. الرسول صلى الله عليه وسلم بيسأل الصحابة بيقول لهم أتدرون من المفلس؟ عارفين مين المفلس؟ قالوا له المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، يعني ما عندوش فلوس ولا متاع ولا بيت ولا أي حاجة. قال لهم لا، إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. يا نهار ابيض، انت متخيل راجل بيصلي ويصوم ويزكي ومتعبد، يعني مفيش في عبادته، بس لانه كان في لحظه غضب مثلا شتم ده وسب ده وكل مال ده، فالناس اللي اتشتمت دي تاخد من حسناته لغايه لما حسناته تخلص، بس لسه ليهم عنده حق. ايه اللي يحصل؟ يبدا يتشال من خطاياهم وتروح له هو يشيلها. يا الله، يعني المصيبه مصيبتين. يا الله. احد الادويه برضه عشان تتحكم في غضبك انك تتوضا. ايوه اتوضا، ايوه يا غالي تتوضا وتمشي الميه على جسمك. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان الغضب من الشيطان والشيطان من النار، وانما تطفئ النار بالماء، فاذا غضب احدكم فليتوضا. ده لو انت غضبان. طب اللي قدامك هو اللي غضبان هتعمل فيه ايه ده، او هتتعامل معاه ازاي؟ هتسكت برضه. الله، عملها الألماني، لأن الغضب هيولد غضب أكبر. الشخص اللي بيكون غضبان بيكون لابسه جن، عفريت، بيتصرف بطريقة غير عقلانية. أنت بقى هتقعد تتفاهم وتتكلم مع عفريت؟ لا، تستنى لما العفريت دوت يتصرف عنه وتبدأ تعاتبه. اثناء الغضب اعترف له انك فاهم مشاعره. انا عارف انك غضبان، انا عارف ان الشيء ده فعلا يستدعي الغضب، ولكن تبدا تشرح له. مثلا ابوك مديك 100 جنيه تجيب طلبات للبيت، ومعشم الوالد انك هترجع مثلا باقل حاجه ب 50 جنيه، يلاقيك مره واحده صرفت ال 100 جنيه كلها، فيبدا يشخط وينحر ويزعق كده. انت بقى تقول له ايه؟ انا عارف انك غضبان، انا فاهم شعورك بالغضب ده، هي حاجه فعلا تغضب، بس الحاجه سعرها زاد، زماننا غير زمانكم، الحاجه اللي كانت بكذا بقت بكذا وكذا، فيلا الله المستعان، وهي حاجه فعلا يعني ايه تغضب والله. هو بقى مش هيستمر او يفضل يزعق وينحر عشان يوضح لك شعوره ده، لانك اوريدي اعترفت له بده. اخيرا استحضر دايما ثواب العفو وقزم الغيظ. ربنا سبحانه وتعالى بيقول والقاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سلام.